السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، وهو الفيديو المنتظر. سألتوني عليه كتير جدا على يوتيوب وانستجرام، فقررت ان انا اصوره لكم على طول علشان اقول التجربة بتاعتي كاملة بعد شهرين. وهو فيديو عن تجربتي مع الكافيار وعلى كل التجربة من A to Z، وعنايتي بالشعر بعد الكافيار وهو عمل ايه في الشعر وكل حاجة. فتابعوا معايا الفيديو لاخره ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده اللي مش فاهم انا بتكلم عن ايه، بتكلم عن الكافيار. اتكلمت عنه في كذا فيديو قبل كده ان انا عملته في شعري. طيب ايه هو اصلا الكافيار؟ يعني ايه كلمة كافيار او ايه هو اصلا؟ هو عبارة عن تريتمنت بيتعمل للشعر التالف المقصف اللي متبهدل من الصبغة، الحاجات دي كلها مع نسبة فرد. ونحط تحت الكلمة دي 100 خط عشان اللي انا هقوله هي تجربة شخصية عملية هنقلها لكم بما يرضي الله، علشان ما حدش يقول انا قلت ان هو فرد. تمام؟ هو مش فرد زي البروتين، هو في نسبة فرد مع نسبة علاج. تمام؟ بيعمل ايه بقى في الشعر؟ بيخلي الشعر لو انت بتعاني من الهيشان بيهدي الهيشان، من تقصف بيحسن من شكله، ولكن مش هيودي التقصيف. لاني دايما انا بقول لكم ان علاج التقصيف القص، وانا بالفعل قصيت شعري قبل ما اعمل الكافيار، لاني انا كان شعري متدمر. لو تفتكروا السنة اللي فاتت عملت فيديو ان انا صبغت شعري وقصيته على طوله، فكانت الصبغة مدمرة الشعر. يعني شعري طويل وانا فرحانة ان هو طويل، ولكن هو بايظ. لا مبسوطة ان انا بعرف افرده لانه هايش ومتقطع وبايظ، ولا بستفاد حاجة بطوله. فقلت ان انا اقصه ويطول على نظافة، وقررت ان انا بعد القص اعمل التريتمنت او الكافيار ده. بالنسبة لي كانت تجربة ممتازة. بس قبل ما اقول لكم التجربة ممتازة في ايه، مهم جدا اختيار المكان والشخص اللي بيعمل لنا. لاني مثلا ممكن انت تاخدي المعلومة مني وتروحي تعمليه في اي مكان تاني انا ما جربتهوش، فتلاقي نتيجة غير اللي انا قلتها او نتيجة غير المتوقع. تمام؟ انا والله دافعة كل جنيه في المكان، وهو اصلا مكان غالي جدا. يعني مش بتروحي تدفعي 1000 ولا 500 ولا لا، انت بتدفعي مبلغ محترم. تمام؟ فهو الفكرة اني انا بنقل تجربة شخصية بما يرضي الله. اختيار المكان بتبقى حاجة مهمة جدا. اختيار الشخص اللي بيعمل لك انه فاهم وعارف يتحط لك ايه، دي حاجة اهم. فالنقطتين دول لازم تحطيهم في الحسبان. والنقطة اللي بعد كده وبرده اللي هي تبقى على رأسهم، اهتمامك بعد كده بالشعر وبعد ما عملتي له الكافيار، بحيث ان هو تحافظي على النتيجة فترة اطول. طيب الكافيار بيفضل قاعد في الشعر قد ايه؟ يعني مثلا هو طبعا سعره بيتحدد حسب طول الشعر، واللي بيحددهولك المكان طبعا، واللي بيعملك مش انا اللي بقول. فكرة الكافيار بيخلي عادي، يعني انت بعد ما تعمليه وتلاقي شعرك مفرود وشكله حلو وشكله هيلسي فيه لمعة حلوة، كل ده هو بيعمله. بصراحة دي حاجة كانت بسطاني جدا. اول ما انا عملته كنت شايفة النتيجة بجد ممتازة، ان انا وما زلت هو موجود. ولكن طبعا كل ما شعرك يطلع، ودي نقطة مهمة، بيطلع بطبيعته. يعني مش بيطلع مثلا انت خلاص فردتي شعرك ده، لو انت شعرك مثلا ويفي او كيرلي هتلاقي الشعر اللي بيطلع ليس. لا، انت حبيتي شكل شعرك وحبيتي الفكرة، تحتاجي ان انت تعيدي عليه كل فترة حسب بقى يعني نمو شعرك. انت من النوعية اللي شعرك بيطلع بسرعة، فانت هتحتاجي مثلا كل شهرين 3 تعملي له اعادة، ولا مثلا كل 6 شهور فانت هتروحي تعملي له الاعادة. حسب كل واحدة وطبيعتها وشعرها بيطول بعد قد ايه. بالنسبه للفكره نفسها بتاعه الكافيار، تجربتي انا الشخصيه انا كنت مبسوطه جدا. اداني لمعه، الهيشان راح، بقدر افرد شعري بطريقه حلوه، وكمان انا قصيته قصه شكلها حلو. بصراحه المكان اللي انا عملت فيه واللي عملت لي كانت ايديها ممتازه في القص، وعملت لي القصه اللي انا طلبتها بالظبط. انا هسيب لكم صوره القصه هنا، بجد عملتها لي زي كده بالظبط. وطبعا انا بعد ما عملت التريتمنت فكان الشعر زي ما انتم شايفينه كده بالظبط، كان شكله حلو جدا، وكنت مبسوطه جدا بالنتيجه. وما زلت مش عارفه ليه عماله اقول كنت، بس هو ما زلت. بس زي ما قلت لكم الشعر انا شعري من النوعيه اللي هو بيطول على طول، فكل ما بيطلع بيبقى بقى يعني طالع. مثلا شعري ويفي بيطلع بقى ايه، الحته دي فيها تواني عن باقي الشعر.
فايدته بالنسبه لي، اولا انا مامي معاها اطفال، الشعر الطويل كان اصلا بيخليني اللي هو اسرح والم بسرعه، مش قادره ان انا اعمل فيه ستايلينج او كده. فلو انت مضغوطه اكتر مش بتقدري تهتمي بشعرك، لان الشعر خلينا واضحين بياخد مجهود جامد في العنايه بيه. فانا بصراحه فكره اولا ان انا قصيته زي القصه اللي انتوا شفتوها سهلت عليا غسيله اصلا في الحمام، وان انا اطلع اسرحه على طول. خلتني ان انا يلا بسرعه انشفه، سواء بقى بالفوطه المايكرو فايبر او بالسشوار، بنشفه بس يا دوب وبلمه، بيبقى شكله حلو وشكل جميل. يا دوب بس كده ان انت تسرحي الشعر، تحطي فيه توكه بسيطه، بتحسي ان انت خلاص يعني انت عامله كده شكل لشعرك وشكله حلو. فهو بصراحه يعني موفر علينا مجهود جامد وفكرته حلوه جدا. ميزته بقى، ودي النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها، ان هو بيدي شكل فرد طبيعي مش حاجه فيك. يعني اللي عمل بروتين هيبقى عارف قد ايه الفرق بين البروتين وبين الكافيار، لان البروتين بيخلي الشعر يعني مفرود بس مشضط كده واقف، لكن الكافيار بيخلي الشعر طري كانه طبيعي. يعني لو محدش عارف مثلا طبيعه شعرك وشاف شعرك هيحس ان ده طبيعي، دي طبيعه شعرك، مش ان انت عامله فرد ولا اي حاجه. لكن اللي بيبقوا عاملين بروتين بيبقوا معروف ان هم عاملين بروتين. يا رب تكونوا واصل لكم انا عايزه اقول ايه، واصل لكم الفرق، لان اكيد في ناس منكم كتير عاملين بروتين، والبروتين بيوقع الشعر وبيدمر الشعر، لكن الكافيار مش زيه، اقل ضرر من البروتين ومن اي حاجه تانية بصراحه. ده اللي انا شفته. فكره بيوقع الشعر ولا لا، انا اصلا شعري من البدايه كان فيه تساقط، بس تساقط بسيط. بعد الكافيار هو نفس التساقط، بس بدل ما كان الشعر بيقع ويفي بقى بيقع ليس، بس هي دي الفكره. فانا بالنسبه لي طالما كده كده الشعر هيقع بقى، وهو انا مبسوطه بيه وشكله حلو وسهل في التسريح وطري كده، مش محتاج ان انا اقعد كل شويه ابقى عايزه اعمله. طب انا عايزه اعمل الستايل ده، محتاجه ان انا افرد الشعر عشان ما يهش او كده، لا، انتي نامي وقومي براحتك هتلاقي الشعر بتاعك طري وجميل وشكله حلو. ففي المجمل انا تجربتي مع الكافيار تجربه ممتازه، ومن الحاجات اللي هرجع اكررها تاني. هعمل له اعاده لان بجد عجبتني جدا النتيجه. دلوقتي هقول لكم بقى العنايه بالشعر بعد الكافيار او بعد التريتمنت ده، انا بعتني بشعري ازاي عشان احافظ عليه. اول واهم خطوه في الروتين بتاع العنايه بالشعر، خصوصا لو انت عايزه تحافظي على نتيجه الكافيار، ان احنا نستخدم شامبو يكون فري سلفيت في غسلات الشعر. يعني انت لو بتغسلي شعرك 3 مرات في الاسبوع، مرتين فري سلفيت ومره مثلا سلفيت لو انت فروه شعرك دهنيه، فاللي فيه سلفيت يبقى اقل، لكن الفري سلفيت يبقى هو في المجمل. وممكن كمان تستغني خالص عن خطوه الشامبو في الشعر، ممكن تستخدمي مره واحده بس شامبو فري سلفيت، وباقي غسل الشعر لو انت مضطره تغسليه بميه بس، ولكن تستخدمي حاجه مرطبه بعده، زي مثلا بلسم، زي حمام كريم. انا بعد الكافيار مهتمه جدا جدا بترطيب الشعر، ومهتمه ان انا استخدم منتجات ما تضرش شعري. يعني مثلا روت ذا اند ده الشامبو حلو جدا وطلعته من مفضلاتي، وكمان حمام الكريم بتاعه حلو جدا. وحمام الكريم ده انا ساعات بستخدمه زي بلسم، مش بحطه كحمام كريم، بس الاتنين في المجمل بيرطبوا الشعر جدا. وطبعا كان عندي جي كي بس خلص، بجد حلوين جدا وبيرمموا كده، بيرمموا الشعرايه، فانتي بتحسي بالترطيب بعدها، مفيش بقى هيشان ولا اي حاجه، وبتحافظي على نتيجه الكافيار اللي انت عاملاها. فالاتنين دول حلوين معايا. وكمان اي نوع حمام كريم هتعمليه هيفيد جدا شعرك، لان في العادي لما انت بتعملي حمام كريم لو انت مش عامله اي تريتمنت ولا اي حاجه بيطري الشعرايه وبيحافظ عليه. فممنوع منعا باتا ان انت تستخدمي شامبو لوحده حتى لو انت مش عامله اي تريتمنت ولا اي حاجه، وتخرجي كده وتقولي انا شعري ليه هايش، شعري ليه دايما مطفي، ليه شعري مش عارف مشدود كده او الكلام ده كله، لان هو لازم ترطيب. زي ما انت بتغسلي بشرتك بالغسول، ما ينفعش تقعدي كده من غير ما ترطبي، لازم يكون في ترطيب بعد الغسول. فكذلك الشعر لازم يكون في ترطيب بعد الشامبو، سواء عن طريق البلسم او عن طريق حمام الكريم، وتستني عليهم شويه تحسي ان لف الشعرايه، وبعدين تبداي تشطفيهم وتغسليهم. لما تبداي بقى تغسلي شعرك، انا بحب جدا جدا غسل الشعر مع الاداه دي. الاداه دي ممتازه، هي دي سنون كده سيليكون بتساعد
بتساعد ان هي تفوق فروه الراس كده وفعلا تنضفها، لان وظيفه الشامبو ان هو ينضف الشعر، اللي هو ينضف فروه الشعر مش الشعر نفسه. كده كده احنا بنحط الشامبو على الفروه وبنبدا نستخدم الباقي او البواقي اللي بتنزل على باقي الشعر ان احنا نستخدمها. وعشان تاخدي نتيجه ممتازه لازم تسيبي الشامبو شويه على الشعر. بشوف ناس بتغسل الشامبو كده وخلاص يلا انا كده غسلت شعري، لا لازم الحاجه تديها وقتها عشان تاخدي منها نتيجه وتعرفي قد ايه هي كويسه ولا وحشه. فالاداه دي مع الغسول ده حلو جدا، او مع الشامبو ده حلوين جدا للشعر. بالنسبه كمان ان انا عامله كافيار، حلوين جدا بيخلوا الشعر نضيف وريحته حلوه ومش ناشف وفي نفس الوقت فري سلفيت. كده الخطوه بتاعت حمام الكريم، انا بعمل حمام كريم بغلف كل خصله لوحدها بحمام الكريم، وبعد كده بلبس شاور كاب على بقى ما اعمل مثلا شيفنج للجسم، على ما اعمل اي حاجه اغسل سناني مش عارف ايه، يعني اضيع وقت كده بحيث ان حمام الكريم يقعد. وطبعا لو انت يعني قدرتي ان انت تقعدي بحمام الكريم ساعه مثلا ولا حاجه هيكون افضل، بس طبعا انا بصراحه بكلمكم بمنتهى الامانه ما عنديش الوقت ده، فدايما بعمله بسرعه، مثلا ممكن يقعد ربع ساعه ولا حاجه على شعري، ده اقصى يعني حاجه لحمام الكريم، وبعد كده بشطفه. ده اثناء الشاور نفسه واثناء الروتين بتاعي وقت الكافيار او قبل الكافيار. يعني انا كنت بعمل كده قبل الكافيار، بس الفكره في استخدام المنتجات نفسها ان هي تكون حاجه مش مضره للشعر او تتلف التريتمنت اللي انت عامليه. طيب انا كده خلاص خدت الشاور نظفت شعري، بعد بقى الشاور بعمل ايه، او بعد ما غسلت شعري بعمل ايه؟ انا بصراحه الفتره الاخيره بقيت يعني ايه حصره نفسي في منتج او اتنين مثلا للشعر كدهان، مش عايزه احط حاجات كتير على الشعر لاني انا فرحانه بالنتيجه بتاعته وعايزه احافظ عليها، فمش عايزه استخدم منتجات كتير، احط كريم وبعد كده سيرم واحط زيوت وعشان الترطيب الاطراف والكلام ده، لا هو الشعر اوريدي مفروض. فانا بحب جدا استخدم السيرم ده، باخد منه يا دوب حبه صغيرين وببدا ان انا اعمل كده على الشعر، على ايدي قصدي، ياخدوا سخونه الايد، وببدا بقى اعمل كده بصوابعي في الشعر على الاطراف، واللي بيتبقى بحط كده على شعري من فوق، بيديله لمعه بيرطبه لو شكله حلو. واخر خطوه بحب اعملها بس دي خطوه مش اساسيه الصراحه، بس انا حبيت ان انا اضيفها لاني انا بستخدمها حاليا، فقلت ان انا بما اني بقول لكم على روتين شعري عموما الفتره دي فحبيت ان انا اقول لكم الخطوه دي. انا بحط الهير ميست ده من ذا باسلاند، انا برجه كده وبرشه، بيدي ريحه حلوه جدا للشعر وفي نفس الوقت هو في نسبه ترطيب، يعني مش مجرد ريحه بس. هي خطوه مش اساسيه خالص، ممكن تكتفي بالسيرم بس او اي كريم انت بتحبيه، بس انا حاليا مياله جدا جدا للسيرمز، وبالذات النوع ده ايفرست ترند زي ما قلت لكم انا بحبه جدا، فانا بستخدمه. وبعد كده بستخدم المشط يكون خشب بسرح بيه شعري وبستناه ان هو ينشف. مستعجله، لو انا بقى مستعجله على الشعر ومش عايزاه يعني ياخد وقت في ان هو ينشف، طبعا بعد الشاور بحط الفوطه المايكرو فايبر لو انا عندي وقت، بتسحب اي ميه من الشعر ولكن مش بتنشفه، يعني بتسحب اي ميه بس بتخلي الشعر مندي، فدي برضو من الحاجات بالنسبه لي الاساسيه. لكن لو انا مستعجله ونازله على طول بعد الشاور بستخدم بقى الفرشه دي بسرعه بتنشف لي الشعر في ثواني، بستخدمها كده بسرعه بتنشف الشعر وبتخليه شكله حلو كمان على طول بعد الشاور. وبعدين بحط الهير ميست ده وخلاص على كده. ده بالنسبه للروتين والمنتجات اللي انا بستخدمها. عايزه اكلمكم بقى على حاجه ممكن حد يشوفها ان هي حاجه اوبشن او حاجه ترفيه، ولكن هي مع الوقت عرفت انها حاجه اساسيه، وهو مساج الفروه او تدليك فروه الشعر. من الحاجات الممتازه جدا. وانا جبت الاداه دي من شي ان، وريتها لكم قبل كده في فيديو المشتريات. هي خشب بتدلك جدا فروه الراس، ودي حاجه مهمه جدا لو انت عامله تريتمنت علشان موضوع ان الشعر ما يتساقطش، ان انت دايما بتجددي الدوره الدمويه في الشعر فبتخلي الشعر يقل شويه من التساقط. انا بحبها جدا، بحب اعمل كده من تحت ومن فوق وكده. خطوه تدليك الشعر دي من الحاجات المهمه جدا جدا ان انت تعملي مساج للشعر. لو انت مش عايزه تستخدمي اداه عادي جدا ممكن تستخدمي اطراف صوابعك ولكن مش الضوافر، الاطراف نفسها من هنا كده تعملي بيها مساج هتبقى حلوه جدا. وبرده الاداه دي ممكن تعمل لك مساج عادي جدا، مش شرط دي، بس دي حلوه ان هي واسعه كده ما بتلعبكش الشعر يعني في بعضه. وكمان ميزتها ان هي ممكن تعملي مساج للرقبه لو انت مثلا في الم في رقبتك ولا حاجه، هي حلوه جدا الصراحه الاداه دي ممتازه. فحته ان انت تعملي
تعملي تدليك لفروه راسك من الحاجات الممتازه اللي دايما بتجدد الدوره الدمويه وبتنعش كده الفروه وبتقلل فعلا من التساقط. فدي خطوه انا شايفاها خطوه مهمه مش اوبشن. وتقلبي شعرك وتعملي مساج بتحقق الفروه صحيه، فدي من النقط المهمه جدا. ده روتيني الحالي لشعري، روتين بعد الكافيار. وتيجي مع الكافيار بقدر ان انا اعمل ستايلنج لشعري في اقل من 5 دقايق. بحط توكه كده مثلا واخلي بقى خصلتين كده نازلين، اعمل كده ديل حصان، اي شكل انا عايزه اعمله شعري بعمله بكل سهوله. بجد تجربه هايله من الحاجات اللي انا يعني انصحكم بيها بعد تجربتي. انا دلوقتي بقالي شهرين بالظبط عاملاه. انا شايفه ان هي تجربه هايله، ما ندمتش ابدا ان انا عملته، لان هو بيتعمل بمبلغ كبير يعني مش قليل. اختيار المكان والناس اللي بتعمل لك دي من الحاجات المهمه جدا عشان تاخدي نتيجه كويسه. والعنايه بعد الشعر مهمه جدا عشان تحافظي على النتيجه. يا رب اكون كفيت ووفيت ورديت على معظم الاسئله اللي جات لي على موضوع الكافيار. وطبعا لو نسيت اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.